السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايين في وصفة حلوة جدا جدا باذن الله تعجبكم، وشوية معلومات كده عن الفراخ وازاي نخليها تبيض على طول، وازاي نهتم بالفراخ بتاعتنا وتفضل بصحة جيدة. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا طلعتهم كده في الشمس، وقلت بقى كده ايه افطرهم واحط لهم كده بقى ايه واحط لهم كده الوصفه بتاعت النهارده، ولازم نهتم ازاي بهم وازاي نخلي الفراخ بتاعتنا تبيض على طول. زي ما انتم شايفين كده، طبعا لسه ما حطيت لهمش ميه ولا حطيت لهم اكل، فانا حابه ان انا ادي لهم الوصفه بتاعتي ديت او التركيبه بتاعتي دي عشان يفضلوا كده ايه بصحة جيدة، ويفضلوا معايا علشان كده يتحملوا اي تعب. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، ويعني الجو بيبقى برد وبيبقى كله تعب، فانا طبعا جايبه حاجه من عند البيطري. طبعا الوصفه يعني مش انا اللي عاملاها او كده، بس يعني انا بعمل لهم وصفات، وفي نفس الوقت بجيب لهم تركيبه كل فتره عشان التركيبه دي تظبطهم كده وما يجيلهمش امراض لا قدر الله، ويبقوا معايا بصحه جيده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. البط برضو طلعته كده، قلت بقى ايه اطلعهم كده وافطرهم واغسل لهم بقى السقايه وانضف لهم بقى الطبق بتاعهم كده. فزي ما انتم شايفين كده كلتهم حيويه ونشاط، وحبيت ان انا كده اصبح معاكم كده ونعمل كده للفراخ. نشوف هنحط لهم ايه ونظبط لهم كده الدنيا. فعايزاكي بقى كده ايه تشجعني باللايك والاشتراك في ضمان ليس امر كده طبعا، ودايما كده تشجعيني بالكومنت الحلو بتاعك عشان افضل مستمريه معاكي دايما. زي ما انت شايفه كده الفراخ بقى ايه بتحب كده ايه تلقط كده ايه على السطح، او زي ما انت شايفه كده الجو شمس وحلو النهارده، فحبيت بقى ايه اللي اطلعهم كده. عشان كده الشمس دي حلوه جدا جدا للبط وللفراخ، بتقوي العظام وبتشيل اي التهابات في المفاصل، وبتبعد اي ميكروب عندهم، فما شاء الله. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كلهم حيويه ونشاط، وصباح الفل كده عليكم يا حبايبي واحلى متابعين كده. وعايزاكم كده تشتركوا لي وتعملوا لايك عشان عيلتنا تكبر بيكي اول باول كده، وعيلتنا تكبر بيكي. وتعالى بقى ايه نحط لهم الاكل كده ونفطرهم، وبعد كده نشوف هنحط لهم علاج ايه معانا كده. طبعا انا جايبه لهم كده العلفه، وكنت جايبه لهم كده عيش مكسراه، والعيش حلو جدا جدا بيقتل البكتيريا الضاره، وحلو جدا جدا عشان في نسبة خميرة، فالخميرة معروفة اللي هي حلوة كتير للفراخ، وفي نفس الوقت بتزود الوزن. تمام. فانا بعمل كده الوصفات ديت عشان ترفع المناعه عندهم، ويعني الوصفات اللي احنا بنعملها دي كلها بروتين، فبتخلي ما شاء الله الفراخ عندنا زي الفل. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كلهم حيويه وكلهم نشاط. وعايزه بقى كده ايه تتابعيني كده اول باول عشان باذن الله تستفادي مني كده. لو انت عندك نفس التربيه كده تعملي الوصفات اللي انا بعملها ديت، باذن الله هتستفادي منها، وباذن الله هتبقى معاكي الفراخ زي الفل ما شاء الله كلهم حيويه وكلهم نشاط. وزي ما انت شايفه كده طبعا احنا بنعمل رفع مناعه، حاجات للميكروبات للفيروس. طبعا الجو ده كله تعب الايام دي عشان الجو لسه ما اتظبطش، مرة برد ومرة حر، فبجد والجو سقع برضو احيانا يعني في اليومين دولت.
فممكن الفراخ تتعب مننا او يجيلها دور برد، فاحنا لازم نعمل لها جرعه كده من عند البيطري كل فتره كده مع الوصفات بتاعتنا اللي احنا بنعملها في البيت. تمام، تعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا ونظبط السقايه كده بتاعتنا كده ونملاها ميه ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده طبعا معايا بقى كده ايه نوعين كده من عند البيطري. هقول لكم برضو كل نوع. طبعا انتوا روحوا قولي له هات له جرعه كده للفراخ عمرها كذا. شوفوا العمر اللي عندك الفراخ عمره قد ايه. ده طبعا عمرهم 50 يوم. فقلت له بقى انا عايزه جرعه كده تنشطهم كده وتظبطهم معايا. طبعا حطيت لهم كذا مره. ممكن انا ما جبتلكوش قبل كده، قلت لكم ان انا بحط الفراخ بتاعتي منها. فالنهارده قلت بقى ايه اعمل لكم فيديو كده واقول لكم بقى ايه الفراخ يعني بقت حلوه معايا على التركيبه دي ولا لا. فبجد التركيبه ديت بجد حلوه جدا جدا. زي ما انت شايفه كده الازاز دي لو حابه ان انت تجيبيها هاتيها على ضمانتها، هتخلي الفراخ معاكي زي الفل. فتعالوا بقى نشوف هنحط قد ايه وكده. طبعا البيطري قال لي من كل ازازه غطا. تمام، معدل 5 سنتي. تمام، فانا بقى ايه ماسكه التليفون هبتدي بس ايه افتح الازازه وبرضو هعرفكم ازاي انا هحط ايه. زي ما انتم شايفين كده ده غطا بقى من الازازه، وهقول لك برضو الازازه تحتوي عن ايه وكده. تمام، الازازه التانية اهيت. النوع التاني اهو. بجد ده حلو جدا جدا للفراخ. اعملها كده جرعه كده للفراخ مع الوصفات اللي انت بتعمليها ما شاء الله هتخلي معاكي الفراخ زي الفل. تمام، هبتدي ان انا اقلبها كده ايه بالسرنجه كده. هو طبعا قال لي ايه لو انت حابه ان انت اعملي 5 سنتي او يحط لهم كده غطا. تمام، فانا بقى ايه استقربت كده. انا معايا سرنجه برضو كهيت بس حطيت بالغطا كده ايه في ساعتها اهو. بعد كده بقى ايه زي ما انتم شايفين كده لازم نحط لهم الجرعه كده وهم على غير ريق. اول كده ما يفطروا كده ما تحط لهمش ميه، ابتدي ان انت تحط لهم بقى العلاج وظبطوهم كده عشان يقدروا يستفادوا من العلاج ويقدروا ان هم يشربوا كده ايه كميه الميه. تمام، هم طبعا السقايه هتفضل معاهم طول اليوم كده، هيفضلوا يشربوا كده فيها لحد ما يخلصوها. فما شاء الله معايا بقى كده ايه الازازه ديت رفع مناعه. لو انت شايفه كده ايه اهي رفع مناعه مضاد كده للفيروزات اهي، وحلوه جدا جدا وقايه للفراخ. تمام، فبجد حلوه جدا جدا. انا طبعا جربتها وطبعا الازازه دي حلوه جدا جدا ما شاء الله كلها اهيت. طبعا ديت بقى ايه ده بقى ايه اي نوع كده بكتيريا ومضاد كده للفيروزات اهي. وتركيبه حلوه جدا جدا. طبعا بقى ايه وقايه كده للعظم ووقايه كده لاي امراض تجيلهم. فما شاء الله تخليهم حلوين جدا جدا. طبعا انا مش شايفه في الشمس يعني ايه، بس هو قال لي التركيبه دي حلوه قوي. تمام، مش عارفه هي باينه معاكم ولا لا لان الشمس يعني مزغلله في عيني ومش شايفاها. مش عارفه اللي انتوا شايفينها ولا لا. وللفطريات والفيروزات يعني حلوه جدا جدا بجد، وانواع البكتيريا والجراثيم. فانتي لو حابه ان انت تجيبي النوعين دول هاتيهم
وبعد كده نبتدي اللي احنا نعمل برضو الوصفات بتاعتنا، فبتقتل اي بكتيريا اي فيروزات، وفي نفس الوقت دي رفع مناعة. فطبعا جبنا الحاجتين مع بعض، فهتخلي معانا الفراخ ما شاء الله زي الفل. وبرضك ضيفي برضك لو انت عندك بط، ضيفي برضك للبط منها، هتخلي البط عندك زي الفل. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله الفراخ عندي كلها حيويه ونشاط. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وينول اعجابكم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. مع السلامه.